يا مساء الفل والياسمين على كل متابعين المحترمين في كل مكان. عاملين ايه يا غاليين؟ يا رب تكونوا بكامل الصحة والعافية في احسن الاحوال وفي راحة بال يا رب. عاملين ايه بقى في الجو الشتاء والتكتكة ده؟ طبعا بقى الجو مش قادرين نقول لكم على السقعة اللي هلت علينا مرة واحدة ديت. واسفة ان انا بتأخر عليكم في الفيديوهات. صدقوني وحشتوني كتير جدا 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 من اخر فيديو قدمته معاكم. واكيد في ناس كتير ما شافوش الفيديو السابق للاخر، عشان كده مش عارفين سبب الغياب. وحبيت اقول لكم في اول الفيديو كده كان سبب غيابي ان انا تليفوني خلاص الله يرحمه، فمش عارفة طبعا ايه اصور معاكم على طول. فبستنى ان حد يكون متواجد في البيت، مريان باباها كده، اخد التليفون. حتى هتشوفوا في الفيديو ده الصورة مختلفة، في مقاطع بتليفون ابو مايكل ومقاطع بتليفون مريان. هتشوفوا انتوا الحقيقة والواقع، ان انا مش بكدب عليكم في شيء. هتشوفوا دلوقتي. نبدأ بقى روتيننا النهاردة. ويا ريت الناس اللي ما تعرفنيش، انا ام مايكل ودي قناتي، وخدي لك بقى جولة في القناة كده. ولو عجبك بقى الفيديو اللي شفتيه ما تنسيش تعملي لايك، ويا ريت تشرفينا بقى ايه باشتراكك من المستطيل الاحمر اللي تحت الفيديو. هيظهر لك جرس بتضغطي كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا بنزله. وان شاء الله باذن الله هنتشجع بقى ايه، وهنعمل باذن الله كده ربنا يدبر بس وايه، واعرف اتصرف في تليفون علشان ايه ان شاء الله الايام الجايه اكون متواجده معاكم طول الوقت باذن الله. كده زي ما انتوا ايه شايفين بدأنا يومنا ان احنا ايه هنبدأ ننظف غرفة النوم. كده ايه فتحت الشباك وشلت فرشة السرير بقى وسبته ايه يتهوى، لان السرير زي ما انتوا عارفين انه في وش الشباك، فقلت ايه يتهوى بقى ايه. ومهما كان على طول بقول لكم، ومهما كان الجو ساقعة او شتاء او كده، إيه افتحي الشباك، طلعي الطاقة السلبية من البيت ودخلي طاقة إيجابية وهواء جديد كده بحيث يديك نشاط وطاقة، عشان ما تفضليش حاسة بالكسل والتراخي كده وعايزة ايه تنامي على طول. النهاردة فيديو النهاردة جامد جدا جدا جدا، وهيشجعك ويخليكي كتلة من النشاط. هيخليكي كده قنبلة نشاط، هتقوم ان شاء الله وتتشجعي معانا. طبعا شلت الفرشة على طول، ان في الغسالة على طول شغالة. وانا على طول بقول لكم بلاش انكم تحوشوا غسيل. يعني طول ما الايام كويسة والجو كويس، لو عندك حتى دورة غسيل بسيطة شغلي عليها، ما تقوليش ده شوية صغيرين وايه. ما انتش ضامنة قدام ربنا، مش ضامنة ظروف تاني يوم الجو بيقلب ايه. في خلال 10 دقايق بتبصي الشمس بتكون طالعة وثواني والدنيا بتغيم وشتا. فعلى طول ايه علشان ما يجيش عليك يوم فيه شتا وتبص تلاقي عندك ثبت الغسيل مليان. فطبعا هتبقي كارهه الغسيل، طبعا ده حال اي ست مصريه طبعا، انها بتكون كارهه الشتا بسبب الغسيل. فعلشان ما تضطريش لموقف زي ده، على طول عندك دورة غسيل لو بسيطة شغلي عليها طالما الجو كويس، وطلعيهم ينشفوا وتدخليهم متشمسين وحلوين كده، مش مرطبين ولا اي شيء. ماشي كده شغلت الغسالة. وطبعا بعد ما سبت الغرفة شوية تتهوى قدام الشباك كده، بدأت بقى ايه، دخلت كده فرشت المفرش الدفاية ده. انا عندي دفايات بتتفرش من غير ملايات عادي وبتمسك على السرير، وفي غيرها طبعا بيمسك ما بيمسكش على السرير. فبكون ايه طبعا مضطرة ان انا احط ملاية. كده زي ما انتوا شايفين اهوت. وشلت طبعا المفرش ده، غيرت طبعا المفرش معايا كده على السريع كده. وكل ما بتقومي وبتتنشطي هتبصي تلاقي شغلانة بتشد شغلانة غيرها، وتبقي بقى متحمسة انك تكملي. فخليكي معانا لاخر الفيديو، وان شاء الله هيعجبك فيديو النهاردة وتاخدي منه كده إيه طاقة ونشاط، وهتقومي بقى ايه تشوفي اللي وراكي باذن الله. كده خلصنا الغرفة، جبت البخاخ بتاعي. الناس اللي ما تعرفنيش ولسه جداد معايا، البخاخ ده فيه كلوركس 5 في 1 ومتخفف بمية. وببدأ كده ارش كده على السجاد وبكنس وبينضف معايا. ولو واضح ليكم ان السجاد كده لونه بيزهزه كده وبيكون جميل بصراحة.
وبيلم اي شيء في الارض. هتبصي تلاقي بيلم معاكي اي شعر اي فتل كله بايه بيتشال معاكي ايه في المكنسة اللي معاكي ديت. غير الراحة النفسية بقى اللي بتكوني فيها بعد ما بتنضفي الغرفة. بصراحة ريحته روعة، وريحة نظافة، ريحة نظافة لا يعلى عليها بصراحة. جربوه، هو مقاطعة، هو حاليا مقاطعة، ويعلم ربنا انا ما جبتوش من بعد المقاطعة، بس انتوا عارفين ان كان عندي من قبل المقاطعة. البخاخ ده موجود، ومستو انه بيفضل معاكي فترة طويلة جدا، بيفضل معاكي فترة طويلة. هو على ما اتذكر كان ب15، معرفش بقى بعد غلاء الاسعار ده وصل كام. كده كنست الغرفة. طبعا ده روتيني اليومي اول ما بصحى من النوم. اول حاجة بعملها ببدأ بقى اشوف غرفة نومي. طبعا الاولاد بيكونوا لسه نايمين، فبشوف غرفتي الاول كده. فرشة عايزة تتشال، مثلا الفرشة مش هتتشال والجو كويس، بطلع البطانية كده ايه تشمس. وطبعا بفتح الشبابيك وبدخل ايه طاقة كده ايه للمكان، وبجدد روح المكان. كده زي ما انتوا شايفين كنست ايه الغرفة كده. وقلت اخد الطرقة كمان معايا كده ايه بالمرة. شلت إيه المشاية الصغيرة كده، واعزكم الله المشاية العتبة كده اللي قدام باب الحمام وقدام غرفة الاولاد وايه، وكنستها كده ايه معايا بالمرة. وخدت برضو ايه اخر الصالة كده معايا بالطرقة كده. وجبت معايا كده ايه ده كلور ابيض عادي سايب. ده مخصصاه اعزكم الله لتنظيف الحمام وايه وللتسييق كده برضو. ريحته حلو وبيعقم والدنيا بتبقى نظيفة. شايفين اللمعة اصلا اللي في السيراميك. هو مش محتاج حاجة، حطيت كده بس ايه الكلور، وبالشرشوبة كده بدأت امسح كده المكان زي ما انتوا شايفين. ونضف معايا المكان، وخدت المكان ده بقى ايه كله كده، وبدأت ايه ارجع بقى كل حاجة مكانها زي ما انتوا شايفين كده. العتبة ديت، وعزكم الله اللي بندخل بقى بيه الحمام كده وكمان المشاية بتاعت الاولاد. وحطيت بقى ايه السجادة الصغيرة المدورة ديت، ورجعت برضو العتبة بتاعت ايه الغرفة كده. وكده انا كنت نزلت ورديت تاني الاكياس زي ما انتوا شايفين كده اهوت. جبت معايا ايه طعمية كده للفطار وخل ولبن وكده كيك شيف. جبت يعني ايه الطلبات اللي لازماني من تحت، وعشان ايه ما ولو انتي ما مش بتتذكري زي الحاجات اللي انت عايزاه، اكتبي في ورقة، اكتبي في ورقة وخديها معاكي، لان ساعات كتير بننسى حاجات احنا كنا عايزينها وبنرد بقى ايه. المشكلة عندي ان انا ما عنديش مثلا اطفال صغيرين ينزلوا ايه يجيبوا لي الحاجة، فبفضل ايه بقى ايه اكتب في الورقة اللي انا محتاجاه، بكتبه في ورقة بحيث ان انا لما انزل اجيب اللي انا عايزاه. رحت بقى ايه جبت فراخ زي ما انتوا شايفين كده اهوت. جبت فرخة وعليها ورك. طبعا حسب انتي ما بتكوني محتاجة، وحسب انتي ايه ما بتدبري بقى وتمشي بيتك. انا بجيب الورك الزيادة بحيث ان انا ايه اطلع من الفرخة مثلا ايه وجبتين، احنا 4 افراد ربنا يبارك. طبعا انتي لو حابة تعملي وصفات اكتر من كده من الفرخة عادي مفيش اي مشكلة. تبع بيتك وحسب اولادك ما بياكلوا، بحيث انك ما تعمليش الوصفة وتتعبي عليها وما ياكلوهاش. فايه اعملي بقى ايه حسب انتوا ما بتحبوا. خليته ايه خلالي الصدر كده ايه ما شاء الله كده زي ما انتوا شايفينه كبير كده مخلي. فقلت ايه انا هعمل منه ايه وصفتين غدا النهارده ان شاء الله. خليكم معايا عشان ايه ان شاء الله تستفادوا كده. ويا ريت لو استفدتي بمعلومه واحده من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك، ولو انت لسه ما اشتركتيش يا ريت تشرفينا بالاشتراك في القناه. كده اهوت في عظمة كده بتكون في الصدر فوق، فايه بحاول اطلعها زي ما انتوا شايفين كده، لان انا لو حطيتها في كب او كده ممكن تعاكس مع السكينة. وبطلع بقى ايه مكان القرقوشة كده زي ما بنقول بتكون ايه لسه لها بقية كده ما عملهاش للاخر. فبرد تاني ايه
ارجع طبعا على الحاجة اللي انا جايباها. طبعا بنغسل بقى غسيل كويس كده، وبشيل برضو ايه العظمة ديت اهوت، بحاول ايه اشيل العظمة كده اهوت. اسفه لو ظاهر لكم اي صوت، لان مريان قاعده جنبي وعماله بتفرقع في صوابعها ومش عارفه في ايه، لان انا بسجل من على تليفونها، فالمضطر بقى يركب الصعب مضطره استحملها. يا ريت لو وصلت لحد انا اقول لها اكتبوا لها يا مريان ابقى ادي التليفون لماما، انا عارفه ان محدش وصل للدقيقه ديت. إيه كده اهوت. جبت بقى الخلطة بتاعتي. طبعا الناس اللي لسه جداد معايا مش عارفين الخلطة، انا معايا العلبة ديت لو واضح ليكم، فيها دقيق وملح وجنزبيل. جنزبيل ما تستغربوش بيقضي على الزفارة، ما بيكونش فيه اي طعم للزفارة. فعشان الصدور انا هشتغل فيها على طول، وطبعا بشتغل بسرعة لان النور برضو هيعملها معايا وهيطفي، فبحاول بقدر الامكان وبقدر المستطاع الحاجة اللي انا ايه محتاجاها الاول بشتغل فيها. طبعا زي ما شفتوا كده جبت معايا كده بولة وحطيت فيها مية، وحطيت فيها مية بدقيق، حطيت فيها ملح ودقيق وجنزبيل من العلبة، وعصرت ليمون وايه، وحطيت كده الصدر طبعا ايه كده كويس خالص عليه. طبعا الدقيق هيمتص اي زفارة كده. هتقولوا لي كان كفاية ملح وليمون عليه؟ لا كده كويس، والدقيق مش هيمسك فيه لان انا مكترة ايه المية. هتشوفوا بقى الخلطة التانية انا بخليها تقيلة وتمسك عليه عادي مفيش مشكلة، لان بعرف اغسلها كويس كده اهوت. بدأت انضف بقى ايه الاوراق زي ما انتوا شايفين كده، اشيل منها إيه المادة الزلالية اللي تحت الجلد، الحاجات الزيادة اللي في المؤخرة ديت برضو إيه والدهون الزيادة، والحتت اللي عاملة زي الكبدة ديت برضو ايه بشيلها زي ما انتوا شايفين كده. واي حاجة مش مستحبة طبعا ايه بشيلها كده ايه منها. وطبعا خدت معايا الجناح والرقبة اللي هو إيه خليلي منهم الصدر كده اهوت. وحاولت برضو بقدر الامكان ان انا برضو إيه اعزكم الله ان الدنيا ما تتسخش معايا قوي، فجبت القطاعة ديت وبدأت ايه اشتغل عليها. بس برضو الاحتياط واجب، ولازم برضو ايه هننضف معانا الرخامة. إيه كده زي ما انتوا شايفين تحت بقى مية جارية كده، بدأت ايه اخد الاوراق كده وشطفة شطفة محترمة كده مكان بقى الحاجات اللي انا شلتها ديت كده اهوت. وطبعا بنفس الخلطة بنفس العلبة، خلي تملي عندك علبة موجودة لكده، بحيث ان جه عليك يوم مفيش ملح عادي مفيش مشكلة، مفيش دقيق مفيش مشكلة، مفيش جنزبيل مفيش اي مشكلة، عندك العلبة كده كده ايه حاضرة فيها كل المكونات، هتاخديها ايه على طول وما تكونيش محتاجة اي حاجة كده اهوت. زي ما انتوا شايفين الخلطة وعليها شوية مية وعليها ايه ليمون كده اهوت. ولو واضح ليكم ان انا متقلاها مش مخففاها زي اللي ايه على الصدور كده اهوت. وببدأ ادعكها وتحت الجلد كمان، وبخليها بقى ايه تتغلغل كده في ايه في كل الاوراق، وبحيث انها تسحب اي ايه بقى اي زفرة وكده. قابلتني حتة دهنة كده كبيرة فاستبعدتها برضو. هتقولوا لي الدهون بتكون حلوة فيها، بتكون حلوة وكل حاجة، بس ايه عشان الحاجة تكون معانا في الاكل خفيفة كده، لان بصراحة المعدة ايه يعني اصلا ما عادتش مستحملة كده اهوت. هبدأ بقى ايه اول باول اغسل الحاجة اللي استعملتها، بحيث ان لو النور طفى عادي ما فيش اي مشكلة عندي كده. لو واضح ليكم اهوت جبت شوية صابون مركز كده وبدأت اغسل القطعة كويس معايا زي ما انتوا شايفين اهوت. وبرضه هستعملها تاني، بس ديت غسلة كده مكان بقى ايه الحاجات اللي طلعتها من الاوراق وكده، فعلشان تبقى نظيفة معايا، لان بعد كده هستعملها في الحاجة وهي نظيفة، فلازم ايه تكون هي كمان نظيفة كده. ايه هحطها بقى تتصفى عبال ما اخلص كده. هشيل بقى الحاجات ديت عشان بقى ايه اغسل الرخامة معايا وانضفها، بحيث لو النور طفى اشتغل عليها وانا مطمئنة كده وايه وهي نظيفة معايا وزي الفل زي ما انتوا شايفينها كده.
يا ريت لو وصلت معايا لحد هنا يا ست الكل ما تنسينيش في لايك حلو من ايديك وكومنت ايجابي يرفع من روح اختك المعنويه كده ويخليها ان شاء الله تستمر وتكمل باذن الله بدعم من ربنا ثم دعم حضراتكم باذن الله كده وبمعونه ربنا. حتى المصفى ديت كمان برضو بفضل اغسلها لان الماده الزلاليه ديت بتكون برضو ماسكه فيها، فباخدها برضو اغسلها معايا كده اهوت زي ما انتوا شايفين، والحوض وكل حاجة تتغسل. هتقولولي ما انت هتكملي ولسه هتشطفي، هشطف على نضيف، مش هسيبها طبعا متبهدلة كده واشتغل واكمل. بصراحة مش هقدر اكمل عليها وهي فيها زفارة كده. بقت تمام معايا اهوت. والمساحة ديت على طول بقول لكم انها روعة وبتنشف على طول الرخامة، ما بتكونيش محتاجة لفوطة انك تلمي او تمسحي بيها كده اهوت. بقت الدنيا تمام. هجيب بقى الصدور علشان بقى هنعمل غدانا قبل النور ما يطفي، بس برضو هيعملها فينا ويطفي عادي ما فيش اي مشكلة، بس هيبقى برضو انجزتي بقى اغلب الشغل اللي انت عايزة تنجزيه بصراحة كده اهوت. انا عشان محتاجة الكبة وكده قبل النور ما يطفي كده جبت على طول وشطفتهم. شطفت نص الصدر زي ما انتوا شايفين كده، وبقطعه علشان يساعد برضو مع الكبة كده. بقى هجيب الكبة وابدأ بقى نحط فيها المكونات اللي احنا عايزينها ونفرمها بقى كويس. بوريكم كده الكبة حطيت فيها اول حاجة كده، حطيت فيها قطع الصدور ديت وهفرمها بقى فرم ناعم خالص، فرم ناعم. لو ما عندكيش مثلا مفرمة او كده عادي ما فيش اي مشكلة، لو لسه معاكي وقت ممكن تحطيها في الفريزر وبعد ما تطلعيها من الفريزر تبشريها بالمبشرة بالعين الناعمة، هتبقى ناعمة معاكي وكويسة وزي الفل. جبت بقى بصلاية وسط كده مقشرها طبعا وغسلها كويس، وهنزل كده اهوت وهفرم بقى تاني. وكده فلفل اخضر زي ما انتوا شايفين اهوت، وحطيت كمان فلفل الوان اهوت زي ما انتوا شايفين. وهضرب بقى المكونات، هقول لكم المكونات تاني. صدر الفرخة قطعته وضربته، وبعد كده نزلت ببصلاية، وبعد كده فلفل الوان وفلفل اخضر. ما عندكش الاخضر بس عادي، الاخضر هيأدي الغرض ما فيش اي مشكلة. بوريكم بقى كان النور طفى الحمد لله، لحقت نفسي قبل النور ما يطفى اهوت. وطبعا بكون مالية طبعا عندي الاطباق قبل كده وريتها لكم ان انا بملى اطباق كده بتفضل عندي استعملها عادي والنور طافي. هجيب بقى كده طبعا هي بتكون مش متماسكة، فهنحط لها بقى حاجات تخليها تتماسك كده بحيث ان تعملي الوصفة وتكون كويسة معاكي. حطيت كده ملح وفلفل اسمر وبصل بودر وتوم بودر وكركم وبهارات فراخ وفيجيتار وبقسماط، وهفضل بقى اقلب كده لحد ما تتماسك معايا. لقيتيها برضو لسه معاكي هتكملي برضو فيجيتار وبقسماط بحيث انها تكون متماسكة معاكي كده. بوريكم اهوت لما ببططها كده بلاقيها برضو لسه سايحة شوية، بكمل كده احط عليها واقلب بقى لحد ما تتماسك كده وتبقى ماسكه نفسها وكويسه وتديني قوام كويس كده. بقت تمام معايا. هاخدها بقى احطها في الفريزر شويه. هتقولولي النور طافي عادي ما فيش اي مشكله، هو كده كده محتفظ بالحراره، هحطها فيه كده. معايا مكرونه قلم. هنكمل بقى بقيه الوصفه. المهم ان انا خلصت اللي انا محتاجه اخلصه بالنور كده اهوت. معايا الحلة حطيت فيها طبعا هنسلق المكرونة دي 3/4 تسوية. حابة تعملي الوصفة ديت بمكرونة سباكيتي، انا بعملها بمكرونة سباكيتي، بس المرة دي حبيت اغير وعملتها بمكرونة قلم كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا مش حاطه زيت، هو ملح بس مش اكتر. القطعة بقى التانية الباقية من الصدر ديت برضو هشطفها كده
شطفة كويسة من الخلطة كده، وابدأ ايه اقطعها برضو تقطيعة ايه مكعبات كده صغيرة. حابة انتي كبيرة عادي ما فيش اي مشكلة، بس انا حباها تكون ايه صغيرة كده، بحيث انها تبقى ايه كويسة في الاكل. هتبقى كويسة في الاكل، كل ما تبقى صغيرة كل ما تبقى ايه كويسة في الاكل. كده اهوت زي ما انتوا شايفين. بتقابلني مثلا قطعة سميكة شوية بقطعها على 2 وبكمل برضو ايه تقطيع كده زي ما انتوا شايفين اهو، سريع سريع كده. ووصفة روعة، يعتبروا وصفتين من صدر فرخة واحد، وغدا عظمة بصراحة، وتغيير من الأكل. طبعا تغيير من الطبيخ، ومثلا فراخ في بطاطس، فراخ مسلوقة كده، تغيير في الأكل وكان طعمها تحفة بأمانة. كده اهوت زي ما انتوا شايفين. وطبعا التقطيعة بترجع لك، انا بديك الفكرة مش اكتر، وحابة انتي تنقصي حاجة تزودي حاجة براحتك برضو، بس الحاجة تكون تليق مع الحاجة اللي انتي بتعمليها، عشان ما تروحيش تحطي حاجة مثلا مش لايقة معاها تغير طعمها وتغير لك مسار الوصفة كلها. ممكن بهار معين تحطيه على الأكلة بيغير مسار الأكلة خالص وطعم الأكلة، وتحسي ان مش دي الأكلة اللي انتي متعودة عليها. فحابة تزودي حاجة عن اللي انا حطاه، ممكن حاجة بقى تكون ايه ماشية ولايقة ايه مع الأكل. كده اهوت سريع سريع ايه قطعنا النص التاني. وكده برضو أكلة موفرة، ما تقولوش مثلا ده صدر فرخة صدر فرخة بس عملت منه وصفتين وكلتي حاجات كويسة. يعني لو طلبتيها من بره هتلاقيها بمبلغ وقدره، فانتي لما تعمليها في بيتك بنظافة البيت وعارفة وضامنة نظافتها، طبعا النظافة لوحدها مش محتاجة كلام. يعني بره مهما ايوه الاكل بيكون سبحان الله طعمه حلو بره، لان ربنا كاتب لهم انهم يرزقوا ايه من الاكل ده، بس برضو انا عندي كلامي انه مش انضف من البيت. ممكن يكون بينضفوا، بس برضو مش النظافة بتاعت ست البيت وبتاعت خوفك على بيتك وعيالك. طبعا هو اكل عيشه وكل حاجة، بس برضو كل واحد ليه لمساته كده ايه في الحاجة ديت. ممكن انا اعمل الوصفة ديت وانتي برضو بتعمليها هياها، بس انتي بتعملي تكة مش عندي، برضو ايه بتخليها برضو مميزة عن اللي انا عاملاها في حاجة. يا رب ايه الفكرة تكون واصلة لكم. كده اهوت بوريكم قطعتها كده، وهشطفها برضو مكان ايه ما قطعتها. يعني هتقولي انت لسه مطلعاها من الخلطة ويا دوبك، بس برضو مسكتها وحطيت عليها السكينة وكده. هحطها برضو ايه كده في مية بليمون كده وشوية ملح. كده اهوت زي ما انتوا شايفين اهوت. وطبعا بستعمل ايدي اللي ما مسكتش حاجة، اللي ما مسكتش الفراخ. طبعا لو مسكت بايديا اللي مسكت الفراخ هضطر اغسل ايه العلبة برضو بتاعت العلبة بتاعت الملح ديت، لان انتوا عارفين ان الفراخ اكبر حاجة كده واكتر حاجة بتعمل بكتيريا وجراثيم، يعني غير اللحمة وغير الاسماك هي الفراخ بصراحة. فكده ايه بدأت اعمل الخل، لان انا محتاجة الخل بقى. قلت ايه افضيه بالمرة كده، ده بيكون كيلو كيلو بيملى الازازة وبيفيض معايا. ده بقى ايه بخليه للتنظيف كده. وساعات كتير لو ما عنديش خل للاكل باخد منه، هو بيكون مركز وزي الفل كده. طبعا حطيت شوية منه كده علشان ايه الزفارة، بيقضي على الزفارة نهائي. وانا مش من انصار الناس اللي صراحة بتحط ايه خل على الفراخ، بحس انه بيغير طعمها وبيخلي فص الفرخة كده دايب، مش بحب بصراحة احط الخل على كل اكل. كده اهوت. وبعد ما شطفتها حطيت عليها شوية كده من الخل
تتعقم بقى ايه كده معايا. انا مش هعوزها تاني في فراخ ولا حاجة، فقلت ايه اعقمها معايا. سيب بقى شوية الخل كده ايه ياخدوا ويدوا معاها كده مع البلانشة ديت و... وشوية كده واشطفها بقى ايه واردها مكانها. طبعا وحطيت خل كده ايه على الرخامة برضو، عقمتها معايا وبدأت اسحب كده زي ما انتوا شايفين كده الدنيا. حتى لو اهوت النور طافي لازم برضو إيه طالما عندك اسس ماشية عليها، لو حتى ايه باللذي اهو النور طافي عندي، بس لازم ايه اعمل كل ده. وشوية خل كمان ايه في الحوض كده زي ما انتوا شايفين اهوت. جبت بقى ايه الحجر ده وبدأت اسن عليه ايه السكينة، لان بصراحة السكينة كانت ايه باردة خالص معايا، تلمة كده ومش عارفة ايه اعمل بيها حاجة. فقلت ايه امسكها كده ايه احميها. بدأت اقطع كده ايه فلفل اخضر عفوا. كده معايا شوربة، جبت حلة حطيت فيها شوربة كده ومعايا لبن كمان، وحطيت اللبن على الشوربة وهزود مية، وهزود ايه شوية فلفل اسمر ومكعب مرق وشوية ايه ملح. احيق بقى ايه هعمل كده بشاميل، هعمل كده بشاميل ايه على البارد. مش هحاول مش هشوح بقى الدقيق ولا اي حاجة كده زي ما انتوا شايفين اهوت. والناس اللي عندها عقدة من البشاميل، البشاميل مفيش اسهل منه ان كان على البارد او السخن. مثلا حطيتيه على النار وطلع تقيل معاكي، طبعا انت بتستمري في التقليب، لقيتيه تقيل معاكي بتحطي له شوية لبن او شوية شوربة او شوية مية. لقيتيه خفيف معاكي بتزوديه شوية دقيق، وبتحطي على الدقيق الاول، بتحطي الدقيق بتدوبيه في مية وبعد كده بتنزلي بيه ايد بتضرب في بتدوب كده في الحلة، وايد بتنزل بقى بالخليط. اوعي تفكري تحطي دقيق على طول مباشر كده عليه الا يكتل وتبقى حالته حالة. على طول كده تاخديه على الخلاط وتضربيه ضربة محترمة في الخلاط كده اهو. حطيت طاسة على النار وحطيت فيها مادة دهنية، انا حطيت فيها سمنة، ونزلت كده ببصل مبشور. كل ما بتكتري في البصل في الوصفة ديت بتكون روعة بصراحة. كده لو واضح ليكم كده بدأنا التصوير بتليفون مريان، لو واضح لكم ان الصورة اتغيرت اهوت. انا مش عايزاه ياخد لون او يدوبك يصفر بس كده مش اكتر. وهننزل بقى فصين توم كده مفرومين ويدوبك ريحتهم تطلع، وننزل بقطع الفراخ زي ما واضح لكم ان انا كنت حطاها كده في مصفى. طلعتها بقى من الخلطة بتاعتي اللي هي ملح ومية وليمون كده، طلعتها وشطفتها وحطيتها في المصفى تصفي المية اللي فيها كده اهوت. نزلت بفلفل وبهارات فراخ ونقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده على السريع. وقطع الفراخ ظاهرة خالص اهيت، عشان ما تقوليش مثلا انها قليلة، لا كده المقادير مظبوطة معايا. دولت بصلتين كبار كده حلوين، وزي ما بقول لكم البصل في الوصفة ديت بيكون كويس اهوت. زودت بقى شوية مية علشان اسوي الفراخ كده اهوت. عايزة اسوي بقى قطع الفراخ ديت، زودتها شوية مية كده وهسيبها لحد ما تشرب كل المية اللي فيها ديت. وهتشوفيها مثلا بعد ما شربت المية ديت بتشوفي التسوية بتاعتها، لقيتها لسه ما استوتش بتزوديها برضو شوية مية لحد ما تستوي معاكي عفوا. ونزلت كده بفلفل الوان بعد ما كانت خلاص دخلت في سوا، بفلفل الوان كده ومكعب مرق. وطبعا بزود بقى البهارات علشان احيق معايا الخضار اللي نزلت بيه اللي هو الفلفل الالوان، فلفل اسمر برضو وبهارات فراخ، واقلب بقى لحد ما تتشرب وتنشف معايا خالص. شايفين لون الخلطة ولا اروع؟ بأمانة روعة روعة. بقرب لكم كده شايفين بقى منظرها كده خلاص بقت تمام
وانا برضو بستمر في التقليب كده زي ما انتوا شايفين كده. بقى بعد ما طفيت خالص، دي قطع من الزيتون مش حباها استبعديها. طبعا الزيتون بيكون مستوي ومش محتاج نار، لانك لو سبتيه على النار هيتهري خالص. كده بقى هنبدأ نطبق الوصفة. كده المكرونة معايا بقت 3/4 سوا، خدتها كده طبعا وصفتها. وكده البشاميل شايفين قوامه ولا اروع، وبنخليه قوامه خفيف شوية عن مريان نمت وهي قاعدة جنبي ما شاء الله. بنخلي قوامه خفيف شوية عن البشاميل. اللي احنا مش هنعمل مكرونة بالبشاميل، احنا هنعمل مكرونة نجرسكو كده. بس انا بعمل انا كنت بعملها على طول بالمكرونة الاسباجيتي، بس قلت اغير المرة دي واعملها بالمكرونة القلم كده. اجرب المكرونة القلم ما بتختلفش في الطعم ولا اي حاجة، لانك هي نفس المكرونة عادي ما فيش مشكلة، ونفس الخلطة فما فيش منها اختلاف كده اهوت. وحبيت المرة دي اعملها في صينية كبيرة. قبل كده عملتها معاكم في الاطباق اللي هي الفويل كده، وكل واحد ياخد الطبق بتاعه. لا، حبيت المرة دي اعملها في صينية كده، والصينية ديت حلوة وتقضي كمان عيلة 6 افراد مش 4 بس، لان ما شاء الله احنا اكلنا وشبعنا منها، وتفضل كمان منها لتاني يوم. كده شايفين منظر بقى الخلطة. كده طبعا انا خدت نص كمية البشاميل حطيتها على المكرونة وقلبتها، وجبت الصينية كده مدهونة معايا، وحطيت نص كمية المكرونة ونزلت بالخلطة. وكده نص المكرونة التاني، وبساوي بقى بحاول اغطي الخلطة كلها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وهنزل بقى بنص البشاميل اللي باقي معايا. وعندك بقى اي انواع جبن، ميكس جبن او كده حبيت تحطيه على الوش عادي ما فيش اي مشكلة. انا ما بحطش بيض وما بحبش البيض على البشاميل. حابه انت بقى تحطي بيضه، ممكن تكسري بيضه وملح وفلفل على بقيه البشاميل ده، وتنزلي بقى بيه كده على بقيه الصينيه زي ما انت شايفه كده. وطبعا خطوه مهمه، اذا نزل كده على حروف الصينيه اي بشاميل، طبعا بنجيب منديل وبنمسحها علشان بقى ما تشطش معانا في الفرن وتطلع ريحه شياط. وكمان تغير شكل الصينية كده، ويبقى اللون ويبقى شكلها كده مش عاطفي. فكده بقت تمام معايا اهوت زي ما انتوا شايفين. بحاول كده اساوي واحط على الاحرف كمان اهوت. جبت معايا منديل وبدأت اساوي كده. واي مكرونة مثلا طلع بوس كده بتحاولي تساوي بقى، ودخلها الفرن على الرف الاوسط. وبمجرد انها خلاص يعني بالكتير قوي 10 دقايق من تحت، وبعد كده بشغلها الشواية وبنطلعها، لان كل اللي فيها يعتبر مستوي. جبت بقى كده كفتة الفراخ اللي انا كنت عاملاها معاكم في الاول، طلعتها من الفريزر. حابة انتي تعمليها صوابع عادي ما فيش اي مشكلة. انا بعملها صابع كده وببططها شوية، وبجيب معلقة كده وابدأ اديها شكل كده مش اكتر. وطبعا الصينية مدهونة معايا لان الفراخ ما فيهاش اي دهون او كده. وفي الاخر كمان بعد ما تستوي انا هحطها جنب صينية المكرونة طبعا. وبعد ما تستوي خلاص وبقت تمام معايا، بديها تلميعة للوش كده بالفرشة كده، سمنة زبدة اي حاجة وبحمر وشها، وهتشوفوا شكلها في الاخر. كده عملتهم اهوت على قدنا العدد اللي انت عايزاه. طبعا كده كان الغسيل كمان خلص. هاخده اطلعه على البلكونة وانشره بقى عبال الاكل ما يستوي معايا، اكون برضو انجزت معايا شغل، بحيث ان انا بعد الغدا يدوبك اشطب مطبخي بقى، وادخل بقى كده من السقعة والبهدلة اللي احنا فيها ديت نقعد بقى في السرير كده، نشغل التلفزيون بقى، نتصفح على النت كده، نقضي بقى بقيت اليوم. بس اهم شيء بعد الغدا ان انا مباشر بشطب المطبخ. طبعا المطبخ ما فيهوش اي حاجه، لان اول باول بوريكم المفرش اللي انا شايلاه اهوت، غسلته. وكان عندي غسيل برضو خدته معايا بالمره.
وكده ايه تمام. اليوم كده معايا مشي بكل سلاسة طالما مرتبة الدنيا بتمشي معاكي كده ايه تمام. كده الصينية طلعتها من الفرن، يعلم ربنا انا ما حطيتش على وشها اي حاجة اللي يدوبك ايه دهنة سمنة بالفرشة كده. وسمنة ايه كانت طالعة من حروف الصينية ايه منها كده، خدت بالفرشة بس عليها مش اكتر. وكده معايا ايه الكفتة زي ما انتوا شايفين كده، ولا حطيت بيض في صينية البشاميل ولا اي شيء. وكده ايه كان غدانا النهاردة، وجبنا ايه شيبسي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وفضل ونعمة من ربنا. وطبعا عملنا وصفة كده من صدر فرخة واحد، وكنت عاملة لهم ايه معايا برضو كنت عاملة رز بلبن. قلت بالمرة ادخله الفرن كده ايه ياخد وش ايه. وما حبيتش اطول عليكم بقى الفيديو اكتر من كده، ان انا اعمل ايه الرز بلبن معاكم واطول عليكم الفيديو، كفاية ايه انه طويل هو لوحده. فكده اهوت شايفين طبعا اي طبق بنشتريه من السوبر ماركت بالشكل ده فبيكون ايه اصبح بمبلغ. فلما تعملي في البيت بنظافة البيت كده بلبن مضمون انت عارفة انت جايباه منين. فبألف هنا وشفا على قلوبكم كلكم. مع السلامة حبايبي في رعاية الله. مع السلامة.